عمرك حسيت إن يومك بيخلص قبل ما يبدأ؟ ممكن تكون بتضيع وقتك في حاجات مش مستاهلة. آدم كان دايما يقول لنفسه: أنا مشغول جدا بس مش حاسس إني بعمل حاجة مهمة. بيصحى كل يوم يدخل في دوامة رسايل، مكالمات، شوية سوشيال ميديا، شوية مهام صغيرة، وفجأة يومه خلص. وفي مرة كان قاعد بيشتكي لصاحبه عمر، قال له: حاسس إني شغال طول اليوم بس مش بعمل أي إنجاز حقيقي. جربت قاعدة الفور دي؟ إيه دي؟ لعبة جديدة؟ لا، دي الطريقة اللي خلتني أرجع وقتي. وقتها عمر طلع له ورقة ورسم جدول بسيط فيه 4 مربعات، وقال له: قاعدة الفور دي لتحديد الأولويات. 1. اعمل دلوقتي كل حاجة مهمة وعاجلة، زي مكالمة مستعجلة من الشغل، مريض محتاج رد حالا، أو مشكلة لازم تتحل النهاردة. 2. أجل مهمة مهمة بس مش مستعجلة، زي تحضير كورس أو كتابة محتوى مهم، لازم يتحدد لها وقت بس مش لازم دلوقتي. 3. دانيجيت فوض مهمة ممكن حد تاني يعملها غيرك، زي إرسال إيميل بسيط، حجز موعد، أو ترتيب ملفات. لو تقدر توكل حد، وفر طاقتك. 4. ديليت احذف أي حاجة لا مهمة ولا مستعجلة، سكرول على السوشيال، شات ملوش لازمة، مهام ملهاش هدف، امسحهم من دماغك. آدم كان أول مرة يشوف الموضوع بالشكل ده. رجع البيت، جاب ورقة وكتب كل الحاجات اللي عليه، ابتدى يصنفهم على ال4 مربعات، فاكتشف الكارثة: نص وقته رايح على حاجات من نوع ديليت. المفاجأة: الحاجات اللي فعلا بتخليه يتقدم كانت في ديفير ومش بيديها أي وقت. قرر يعمل تجربة. اليوم اللي بعده، أول نص ساعة في الصبح، قفل الموبايل وقعد يشتغل على شغله الحقيقي اللي كان مأجله بقاله أسبوعين. خلصه في ساعتين. قال لنفسه: هو أنا ليه كنت مستني كل ده؟ ومن يومها بقى يبدأ يومه بدو وديفير، وكل شوية يفوض اللي يقدر عليه ويمسح اللي مش بيفيده. الأغرب، وقته زاد، بقى يخلص شغله بدري وبيروح البيت مرتاح. لما سألوه: انت عامل كده ازاي؟ قال لهم: انا بس بقيت اعرف افرق بين اللي لازم اعمله واللي لازم اسيبه. يا صاحبي الجميل، عمرك مش بيتسرق مرة واحدة، هو بيتسحب منك كل يوم، دقيقة بدقيقة. لما تسيب الحاجات التافهة تسرقك، لكن لما تتعلم تقول ده مش وقته، أو ده مش دوري، أو ده مش مهم، هتلاقي الوقت بيرجع لك، وهتعيش اليوم بقيمته الحقيقية. ابدأ من بكرة وخلي الأهم أولاً. استناني بعد بكرة في الحلقة الجاية عشان نشوف العادة الجديدة من ال7 عادات.